جاي النهارده عشان اقولك على 6 حاجات لازم تطوريهم في شخصيتك علشان ما تقعيش في راجل معقد، راجل يضايقك، تحسي ان العلاقه عبء عليكي مش اضافه ليكي في حياتك. وعايزه اقولك ان لازم تنتبهي للنقط دي كويس قوي، وهي حاجات سهل ان انت تتدربي عليها وتغيريها في نفسك. وعايزه اقول لكم ان لو في دلوقتي ناس بتسمعني بتشتكي ان اهلها بيمثلوا عليهم عبء، فانا عايزه اقول لكم ان عبء الزوج بعد كده لو هو زوجه غلط هيبقى اكبر بكتير من الاهل. ممكن تتجوزي وتبعدي عنهم بنسبه كبيره قوي، بتقعدي مع جوزك سنين اكتر من هتقعديها مع اهلك. فولادك هيشربوا من تصرفاته وطريقته معاكي. فعايزه اقول لك ركزي كويس قوي في الحاجات دي، وصدقيني راجل كويس هتلاقيه هو اللي بيقرب منك او انت بتلقطيه. اول حاجه لازم تغيريها في شخصيتك ان انت ما تبقيش فاكره ان الحب لوحده كفايه. عارفه ان بيتقال الحب لوحده مش كفايه، بس بلاقي البنات بتسمع الجمله دي ولا كانها سمعتها، وبنات كتير بتغلط الغلطه البشعه دي، انها تفتكر انها مجرد محبه حد وحد حبها فخلاص احنا هنكون مع بعض حياه سعيده. دي الحاجات الورديه اللي البنات بتتخيلها قبل الاصطدام بالواقع. الواقع بيقول ان الحب لوحده لا يكفي. الاهم من ان انت تحبي الاول، وانا مش بقول على فكره ان العلاقات اللي لازم فيها اتنين بيحبوا بعض انها تنتهي بالفشل، بالعكس. لو هما متفاهمين، لو هما شخصيات محترمه، لو هما بيطوروا من نفسهم، لو هما بيعرفوا ان هما يحطوا ايديهم على المشاكل اللي بتواجههم ويحلوها، هيعرفوا يكملوا وهيبقوا في قمه السعاده. ولكن مش الحب الصحي هو اللي بيجي بالعشره بعد المعاشره الشخص ده عن قرب، اللي هي طبعا الجواز. بيجي بعد كده الحب اللي بيبقى اقوى بكتير قوي من حب البدايات، حب الفراشات. واقول لكم على حاجه هتثبت لكم كلامي. الخطبه في الاسلام، هي ليه الخطبه في الاسلام ما قالولكش ان لازم الاتنين يحبوا بعض الاول وبعدين يتجوزوا؟ ما هو لو مش هتمشي الا كده، طب ما هو الاسلام كان قال لنا نحب بعض الاول وبعدين تمشي بخطبه وجواز وكده. لكن بنشوف اتنين مناسبين قعدوا مع بعض، شكلهم حلو ومتقبلين بعض، ظروفهم مناسبه لبعض، نديهم فرصه في الخطوبه نشوفهم هيحبوا بعض ولا لا، او هيعرفوا ان هم يكملوا ولا لا. عرفوا يكملوا تمام بتبقى جواز، ما عرفوش يكملوا ما بتبقاش جواز. وللعلم الخطبه في الاسلام المفروض انها سريه، يعني عشان نقدر نعمل ده براحتنا ما تحسبش على البنت جوازه او نص جوازه. فانا بقول لكم الكلام ده ليه؟ تطبقوه وما تطبقوهوش ده مش مشكلتنا دلوقتي، ولكن انا بقول لكم الكلام ده عشان اثبت لكم وجهه نظري في انه الحب لوحده لا يكفي. الحب الصحي المتين هو اللي بيجي بعد اولا شخص انتي وهو عاجبين بعض، او شكله عاجبك، قادر ماديا جسديا. بعد كده المعامله والشخصيه هي اللي هتحول مجرد الاعجاب لحب قوي. وعايزه اقول لكم برضو مثال انه مش كل العلاقات اللي بتبتدي بالعقل بتكمل، بس برضو العلاقات اللي بتبتدي حب ورومانسيه زايده وزايفه بنسبه كبيره قوي قوي قوي، بنسبه اكبر بتفشل غالبا. يعني انا هقول لكم على حاجه، وطبعا احنا مش بننظر على حد خالص، هو مجرد بس يعني ملاحظه مش اكتر، محدش فينا بعيد عن اي مشكله او اي حاجه يعني. بس يعني لو جيتوا تبصوا لبعض الفنانات وخاصة الفنانات الحالمات اللي غنت رومانسية كتير قوي، اللي بتطلع في البرامج تقول مثلا قد ايه هي عايزة واحد مش عارفة اعمل ازاي وشكله ازاي ويموتوا ببعض ازاي والكلام ده كله، للأسف بيبقوا اكتر ستات بتتخدع في الراجل اللي بترتبط بيه، وبينتهي بيهم الحال، ويا اما وحيده يا اما مطلقه يا اما عندها مشاكل كتير. ومش بقول ان الطلاق عيب، احيانا الطلاق بيكون اصلا اخف الضررين. انا بالنسبه لي كتير مطلقات حياتهم انجح من كتير متجوزين وعايشين بجد في تعاسه ونكد وحرب بارده بينها وبين جوزها. فانا مش بجادج حد، بس بقول لكم امثله على انه الحب لوحده لا يكفي. لو ربنا رزقك الاتنين من الاول تحفه، بس لو مفيش حب من اللي هو احنا عارفينه ده، ركزي وانت بتختاري وتأني. زي ما اتفقنا كده في حاجات مادية هنحصيها تمام موجودة، الشخصية والتعامل عامل ازاي. شخصية محترمة، شخصية ما عندوش عقد وكلاكيع،
ولا هنمشي ورا الحب وننسى نفسنا، وفي النهاية نلاقي نفسنا بنجذب الشخصيات المريضة اللي بتقعد تلعب على منطقة المشاعر. تاني حاجة، ومش عارفة انا واخدة الموضوع جد قوي كده ليه، بس هو جد بس احنا يعني عايزين نفرفش يعني. تاني حاجة، ما ترضيش بقليلك حبيبتي، ما ترضيش بقليلك. الرضا شيء بالواقع، الرضا بالواقع المفروض عليكي شيء، وبان انت تروحي بنفسك تختاري الاقل منك ده شيء تاني. ده انا اسفة، ده مش ذكاء، خلينا نقول مش ذكاء. ان انت ترضي بحد اقل منك قوي مش هيشيلها لك جميلة. وهقول لك ليه. لو انت مثلا شكلك حلو قوي، ما ترتبطيش بواحد شكله مش حلو خالص وتفتكري مثلا هو مش مالي عينك مثلا وشكله مش حلو مثلا، وانتي تبقي جايه على نفسك هي مثلا هيحس ان انا بقى حلوه وبتاع وهيدلعني. بنسبه كبيره، مش بقول بنسبه 100%، بس بنسبه كبيره ممكن يطلع عنده عقد وكلاكيع ويبقى بيغير بزياده، يبقى حاسس بالنقص، يبقى بيطلع نقصه عليكي. طيب واحد مثلا اقل منك قوي في الشخصيه، انتي واحده شخصيتك قويه مستقله عندك راي بتعرفي تتكلمي، واحد تاني يبقى شخصيته ضعيفه ملوش راي. الجاب الكبيره قوي، يعني المسافه الكبيره قوي ما بين ميزه عندك وعيب عند الشخص التاني مش هتنفعك ومش هتعرفوا تتعاملوا مع بعض. لو انت حال وضعك المادي كويس قوي تروحي تاخدي واحد وضعه المادي ضعيف قوي، يمكن لو العكس شويه بتمشي وبحدود برضه. لو بنت مثقفه وحاجه تشرف واهلها ناس كويسين وهي بنت كويسه معرفش ايه، ممكن وهتبقى حلوه جدا. ولكن لو الراجل شويه الايجو بتاع الراجل او كبرياء الراجل مش هيسمح له بده، فممكن انتي تنتشليه وتخليه يرتقي ماديا. ولكن بنسبة كبيرة برضو، احنا مش بنقول 100% لكل قاعدة شواذ اصلا، ودي مش قاعدة، مفيش قواعد في التعاملات الانسانية، احنا بنلاحظ وبنشوف. فلو هو في جاب كبيرة قوي ممكن ما يبقاش تعامله احسن حاجة معاكي، ممكن دايما يبقى حاسس بالنقص، ممكن يحب يرتبط بواحدة تانية علشان يحس نفسه انه جامد، او يشوف نفسه في عين واحدة تانية جامد، او عارف ان انتي عارفة نقص جامد فيه. مشاكل نفسية كتير بقى، غالبا مش هيشيلها لك جميلة، غالبا هيقول بينه وبين نفسه، او ممكن يقولها لك حتى. اكيد يعني واحدة عندها المميزات اللي عندك دي مش هترتبط بواحد زي الا اذا هو كان جامد، يعني مثلا واحد اقل منها في النقطة دي الا اذا هو جامد في حاجة تانية، او هي ميتة عليه مثلا او كده. فهو الناس اللي بتبقى فاكرة او البنات اللي بتبقى فاكرة انها لما ترتبط بواحد اقل منها قوي ان هو يقدر لها ده، ما اظنش. ثالث حاجه، لو انت من الشخصيات المنقذه حاولي تصلحي ده فيكي، مالكيش دعوه، سيب الدكاتره النفسيين يقوموا بشغلهم، انت مش مصحه نفسيه. لو انت حابه قوي دور الانقاذ فيكي، لو انت مش عايزه تتخلي عن الدور ده فيكي او عايزه تسيطري عليه بطريقه حلوه او ايجابيه، شوفي مثلا حد فقير وساعديه، شوفي حد مثلا في وضع اقل منك او كده وانتي تقدري عشان انتي في وضع افضل تساعديه، سواء ماديا سواء في حاجه هو عايزها، ساعديه. لكن العلاقات اللي انتي بتدخلي فيها مع حد قريب منك زي صاحبه زوج، اختاري العلاقات المريحه. الناس اللي عندها عقد ومشاكل او اقل منك قوي نفسيا او اقل منك قوي ماديا او عندهم مشاكل نفسيه مش عارفين يعالجوها، فانت فاكره ان انت دكتوره نفسيه وهتعالجيهم، صدقيني انت اللي هتتاذي. وعارفه هتعرفي ده امتى وتاكدي من ده امتى؟ لما تلبسي في علاقات سيئه وما تقدريش ان انت تعالجي الطرف التاني ويعاملوكي انت معامله سيئه ويسقطوا عليكي مشاكلهم. وحته الاسقاط دي بشعه يا جماعه، يعني كتير ناس بيبقوا عندهم مشاكل بيشوفوا فين مساحه امانهم، الشخص الحلو معاهم الطيب معاهم الكويس معاهم، ويقوموا عاملين اسقاط لمشاكلهم دي عليه، يرموا العيب عليه، انت اللي عندك مشكله، انت السبب، وينسوا تماما ان هو اصلا جاي يساعدهم. ليه بقى يا جماعه؟ ليه؟ لان كل واحد فينا جواه ايجو، جوه كل واحد فينا كبرياء. الشخصيات المريضه بالذات ما بتعرفش تتحكم في الايجو ده، فانتوا جايين تنقذوهم، انتوا كده هم بيفسروها ان انتوا بتقولوا لهم ان هم اقل منكم، ان انتوا بتقولوا لهم ان انتوا تحت واحنا فوق واحنا ممكن نساعدكم. فكبريائهم ما بيتحملش، فبيعملوا ايه؟
يجيبوا اللي فيهم فيكم، او يعاملوكوا بطريقه سيئه جدا ووحشه جدا، فانتوا تقولوا ده احنا كنا جايين ننقذهم. عشان كده قلنا طالما احنا مش دكاتره نفسيين ما نعالجش حد نفسيا. والعلاقات القريبه خلي العاطفه والانقاذ والمشاعر الطيبه دي للناس اللي ممكن فعلا تساعديهم وتاخدي ثواب عليهم، لكن العلاقات القريبه ما تعمليش فيها شهمه ارجوكي. رابع حاجه لازم تطوريها في شخصيتك الحدود. لازم يبقى عندك حدود. حدود دي يعني ايه؟ حدود يعني مثلا جيتي ارتبطتي بواحد وطلع مثلا اهله بيتحكموا فيه، او حسيتي ان له الشخصيه معاهم قوي، يبقى تتناقشي في ده وتقولي ان ده مضايقك، صلح ده اهلا وسهلا، ما صلحش ده حطي حدود. ما قبلش بالحدود يبقى خلاص الموضوع ده ما ينفعش. شخص بيظهر ويختفي، شخص من النوع اللي هو يبقى موجود فجأة يهتم جامد وبعدين يختفي تماما وما يهتمش خالص، وده نمط في حياته مش مثلا ظرف طارئ او حاجة. الشخص ده هيوترك فعلا، فعلا هينمي جواكي حتة متوترة، هيخلي ارتباطك بيه متوتر، هتبقي غصب عنك بتجري وراه مشغوله بيه طول الوقت. ناقشي ده معاه، غيروا ما غيروش. وانا مش بقول يا جماعه ان احنا بنتلكك للناس، يعني حاولي ان انتي تخليه يغير ده. طيب ما قدرتيش مره واثنين وثلاثه، صدقيني هتبقى علاقه مرهقه جدا عليكي. وانتي برضو يعني كل واحد فينا اضرب مصلحته. يعني انا بنصحك من خلال تجربتي، من خلال الحاجات اللي شفتها في حياتي، من خلال الحاجات اللي قريتها سمعتها، انت برضو تقدري ان انت تقيمي وضعك، ايه اللي بالنسبه لك عادي وايه اللي بالنسبه لك مش عادي. بس انا بقول لكم يعني على من الحاجات المشهوره مثلا اللي ممكن تبقى بتأزمك في العلاقه او بتخليكي عايشه تعيسه مع جوزك بعد كده. شخص مثلا كذاب بتاع حوارات، لا لازم تحطي حدود، ولو ما اتغيرش زي ما اتفقنا يبقى خلاص الراجل ده ما يلزمكيش. طيب مثلا واحد متحكم بزياده، بيتحكم في تلبسي ايه وتخرجي مع مين، ولا الصحبه دي ما تصاحبيهاش، لا مش عارفه ايه، وانتوا لسه مخطوبين، امال لما تتجوزوا هيعمل ايه؟ وخلي بالك دايما الشخصيات اللي بتعمل كده بتختبر الحدود في الاول. يعني بتبتدي باوردرز او ايه طلبات بسيطه، عديتي الاصعب. مش بقولك ان انت تهاجمي لما يقولك كده مثلا، ولكن تعرفيه ان لا انا بفضل كده، لا انا الصديقه دي عزيزه عليا وما اقدرش استغنى عنها، واتكلمي بهدوء. تقبل ده يبقى هو شخص بيتقبل، بيتناقش معاكي عادي، بيقولك رايه عادي. ما تقبلش ده ولاحظتي ان ده متكرر يبقى ده شخص متحكم. خامس حاجه لازم تطوريها في شخصيتك ان انت تبقي انسانه مستقله عاطفيا. عارفه ان كلنا على يعني كل الناس الطبيعيه على وش الارض، سواء راجل او ست، الراجل هيحس ان هو مرتاح اكتر او حياته مكتمله اكتر بزوجه، والعكس البنت هتحس انها مرتاحه اكتر وحياتها مكتمله اكتر بزوج. ولكن عشان نلاقي الزوج السوي ده، الزوج الصح، بلاش تبقي جعانه عاطفيا. حاولي تشغلي الفراغ العاطفي اللي جواكي ده باهتمامات، بطموح، بشغل ايا يكن نوعه بقى، حاجه تشغلك، بصديقات، بخروجه حلوه، بمشوار مهم. حاولي ان انت دايما حياتك تكون مشغوله، لان الاحتياج العاطفي ده من ابشع الاماكن اللي ممكن تختاري منها زوج او حتى صديقه او ايا يكن. لما الانسان بيكون محتاج عاطفيا حرفيا بيدور في اي حاجه كده، يطلع اي حاجه عشوائي، فغالبا الاختيارات ما بتبقاش صح. لكن لما بتبقي انسانه ممتلئه ومثلا بتوطدي علاقتك باهلك لو طبعا ناس كويسين، ولما توطدي علاقتهم بيكي بتبقي احسن مش العكس. يعني في اهل للاسف لما البنات بتقرب منهم اكتر بيأذوهم نفسيا. لو ده بيحصل لا خليكي يعني خلي في حدود نوعا ما. بس عندك حياة، فساعتها لما تيجي تختاري مش هتختاري وانتي جعانة. زي ما اتفقنا لما بنبقى جعانين بنلوش، بنختار اي حاجة، بنختار حاجة مش صحية. تخيلي وانتي داخلة محل او سوبر ماركت، او هتختاري وانتي جعانة هتختاري اي حاجة، لكن وانتي شبعانة هتختاري وتنقي براحتك وتعرفي لا ده طعمه كان حلو، ده طعمه كان وحش، لا ده صحي اكتر. فهتختاري وانتي ممتلئة، فهتعرفي تختاري صح. وصدقيني الشخصيات السامة والشخصيات المريضة بتلعب على الاحتياج العاطفي، بيشموه من على بعد 5 كيلو. لما شخص يشم فيكي الاحتياج العاطفي، شخص مريض يعني يشم فيكي الحتة دي، هيعرف يتلاعب بيكي يعني بشكل بشع. فحاولي انتي دايما تبقي هادية وراسية وممتلئة انتي مع نفسك ومالية حياتك، عشان لما تيجي تختاري وانتي عاقلة، بعقل مش بعاطفة.
العاطفه بجد لو مقدرش نتحكم فيها بتضيعنا. سادس حاجه، ولو انت ما بتعمليش كده لازم تعملي كده، تبطلي تبقي مبادره مع الرجاله. اوعي تبقي مبادره مع راجل، صدقيني صدقيني الموضوع يبان عادي ويبان كول في الاول، بس بعد كده هتدفعي ثمنه. لازم الراجل هو اللي يكون بيبادر، لازم الراجل هو اللي يكون بيطلب ان هو يقابل باباكي. ما تروحيش ابدا تقولي لواحد او اصلا تتعرفي على واحد وهو ما قدملكيش اي حاجه، او تروحي مثلا في علاقه عاطفيه يعني ما تروحيش ان انت مثلا تقولي له ايه هتتقدم لي امتى، هتتقدم لي امتى. لو انت اتعودتي تبادري، انت غالبا اللي هتبادري في الفرح، انت اللي هتبادري وتصالحيه لما تزعلوا من بعض. الحياه بعد كده فيها مشاكل، الحياه بعد كده طبيعي، ده الطبيعي. الحياه الزوجيه مور كومبليكيتد يعني عن الحياه العاديه او احنا سنجل. فلو هو مش باقي عليكي 1,000,000% وهو اللي بيحارب عشان يوصلك، مش ضروري يحارب يعني الموضوع نستموت يعني، بس مش هو اللي بياخد كل خطوه عشان يوصلك، هيبقى سهل بعد كده عليه انه يسيب. هيبقى صعب عليكي انت بعد كده انت تفضلي طول الوقت انت اللي سايقه العلاقه وانت اللي بتزقي فيها. حلو قوي حلو قوي ان الراجل هو اللي يكون بيزق في العلاقه. احنا الستات الين منهم بكتير على فكره، ولو انتوا متعاونين انتوا الاتنين، لكن لما انت طول الوقت تبقي مبادره هو مش هيتعود على كده من الاول، وهيبقى صعب جدا صعب جدا ان انت تعوديه على ده بعد كده. عايزه اقولك ان الست نقاط دول خلاصه الخلاصه. لو قدرتي ان انت تعملي الستة دول، اصلا الشخصيات الرخمه التقيله الصعبه المريضه نفسيا هتعمل بيكي ايه؟ يعني انت اصلا مش هتبقي ارض خصبه ينمو فيها مثل هذه الكائنات يعني. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير، بحبكم قوي قوي، باي باي.